وبركاته. اليوم في هذا الفيديو ده غادي نديرو درس المعادلات والمتراجحات. غادي نبداو اولا بالمعادله. المعادله شنو هي المعادله؟ المعادله هي كل متفاوتة تكتب على الشكل ax زائد b تساوي زيرو. ما هو الهدف من هذه المعادله؟ الهدف من هذه المعادله هو استخلاص المجهول x، يعني خصنا نخرجوا هذا المجهول هذا اللي هو x. هذه المعادله هذه تقدر تجينا على ثلاثه ديال الحالات. بعد كيفاش غادي نديرو حتى نحلوا هذه المعادله هذه؟ اول حاجه باش نديرو حل هذه المعادله هذه تنحولوا بعد الاطراف، وفاش كنحولوا الاطراف تتغير حتى الاشاره. يعني غادي تولي عندك اكس تساوي لينا ناقص بي، يعني بي غادي تحولوها لهنا غتولي عندك اكس تتساوي لنا ناقص بي. علاش ولات ناقص بي؟ لحقاش حولنا هاد بي هذه للجهه المغايره. الشرط الثاني اننا نديروا المجاهيل في طرف والاعداد المعلومه في طرف والعدد المجهوله في طرف. مثلا عندنا اي اكس، مثلا عندنا جوج اكس زائد 4 اكس زائد 3 زائد 4 تتساوي لنا زيرو. تنديروا المجاهيل في طرف، وهذا كيساوي لنا مجهول، يعني اكس كيساوي لنا مجهول، يعني ان جوج اكس راه مجهول، يعني غتساوي لنا هي جوج اكس زائد 4 اكس. هاد 3 هادي غادي نحولوها لهنا غتولي عندنا ناقص 3، و4 حتى هي غنحولوها للجهه الاخرى غتولي عندنا ناقص 4. ناقص 4 ناقص 3 ناقص 4 هي ناقص 7. يعني وجوج واحد الحاجه ديروا عافاكم في بالكم، ان المجاهيل دائما تيتجمعوا، يعني المجاهيل يمكن لهم يتجمعوا، ولكن يعني 4 اكس زائد 4 اكس هادو ممكن اننا نجمعوا، ولكن مثلا 3 اكس زائد 3 هذه لا يمكن جمعها، يعني ما يمكنش لينا نجمعوها، هذه ما يمكنش لينا نجمعوها. نجيو ندوزو لهذه، يعني عندك جوج مثلا زائد 4 هي 6 اكس تتساوي لنا ناقص 3 ناقص 4 هي ناقص 7، و اكس شحال كتساوي لنا؟ الا كان عدد مضروب في اكس تنجيو تنديروه في المقام، يعني كتساوي لنا ناقص 7 على 6. اذا هذه هي حل المعادله. هذه المعادله دي تقدر تجينا على ثلاثه ديال، يعني تجينا على عده طرق. اولهم الاولانيه اللي هي معادله من نوع اكس زائد بي تتساوي لنا زيرو. هاد النوع هذا هو النوع العادي اللي غادي يجينا عادي، وغادي نديرو فيه مثال. مثلا مثال مثلا عندنا ناقص 3 اكس زائد 4 تساوي زيرو. مثلا قالك حل هاد المعادله هادي، اش غادي نديرو لها؟ ناقص 3 غادي نديرو المجاهيل في طرف والاعداد المعلومه في طرف، يعني غتساوي لنا ناقص 3 اكس وناقص 4 غنحولوها للجهه الاخرى تعطيك هي 4، تعطيك هي ناقص 4. لقاش العدد موجب لا دينا ليه غيولي سالب. الناقص غتمشي لنا مع الناقص اختزال، يعني ان اكس غادي تساوي لنا هاد 3 هادي مضروبه في اكس، اذا غادي نديروها مقام، غتساوي لنا هي 4 على 3. غادي نديرو في ككونكلور، يعني كاستنتاج. اذا 4 على 3 حل المعادله. كاين عندنا هاد الحاله هادي، وكاين عندنا عاوتاني واحد الحاله واحده اخرى، الحاله الثانيه الا كانت بحال هكا. مثلا اكس زائد بي عامل سي اكس زائد دي تتساوي لنا زيرو. هذه دائما لا تعطات لكم تنديروا هذه تتساوي زيرو وهذه تتساوي زيرو، يعني ان اكس زائد بي تتساوي لنا زيرو، او سي اكس زائد دي تتساوي لنا زيرو، يعني المعادله غتولي تتساوي لنا حلين. الا جاتك في هذه الحاله هذه المعادله تتساوي لنا حلين. ركزوا معايا مزيان. غادي نعطي واحد المثال. مثلا عندك جوج اكس ناقص 7 عامل 3 اكس زائد 1 تساوي زيرو. اذا هذه تتساوي زيرو وهذه تتساوي زيرو، يعني ان جوج اكس ناقص 7 تتساوي زيرو، او 3 اكس زائد 1 تتساوي زيرو، يعني ان جوج اكس شحال كتساوي لنا؟ ناقص 7 دينا للطرف الاخر غتولي عندنا 7، او 3 اكس شحال كتساوي لنا؟ ناقص 1 دينا اللي غتولي لنا ناقص 1، يعني ان اكس شحال كتساوي لنا؟ قلنا العدد المضروب في اكس كيولي مقام، يعني غتولي عندنا جوج 7 على جوج، او اكس تساوي لنا ناقص 3. اذا
إذا ناقص 3 و 7 على 2 حلين لهذه المعادلة. دراري هضرة الخيس كتبوه معايا. اصحاب خيار الفرنسي غادي نلوحو ليهم عاوتاني غيلقاوه في انستغرام، راه نفس الشرح خصو يكون بالدارجه، وغادي نترجمو ليهم هاد الخيس ديالهم هما. باقي عندنا عاوتاني حالات اخرين. هادو جوج حالات دابا اللي ذكرت لكم. قلنا الا كانت تكتب على هاد الشكل هذا ديال ا اكس تساوي 0، هذا كيفاش تنحلوها. ولا كانت المعادله تكتب علينا على الشكل ا اكس زائد بي عامل سي اكس زائد دي، اذا المعادله تقبل حلين. يعني غادي في الامتحان غادي يجوك هاد جوج حالات هادو. وكاين عاوتاني واحد الحالات واحد اخرين. حالة 3. حالة 3 إلا كانت هي إلا كانت معادلة، مغاديش تشوفوها مزيان. إلا كانت معادلة تحتوي على كسور نوحد المقام. إلا كانت مثلا معادلة دايرة على هاد الشكل هذا، إلا كانت مثلا المعادلة دايرة على هاد الشكل هذا ديال 2 إكس على 2 زائد 3 إكس على 2. اش نديرو هنايا؟ تنوحدو المقام، مثلا 2 في 2. هادشي تنديرو فيه تمارين من بعد. يعني معادلات تحتوي على كسور، معادلات تحتوي على كسور. وكاين تاني النوع الثاني، الحالة الرابعة، معادلة من نوع إكس أس 2 تساوي لنا أ، يعني أن إكس أس 2 تساوي لنا أ، يعني حسب إشارة أ. وكاين الحالة الثالثة، حل المعادلة بالتعميل، أو إذا وجد حل مشترك، يعني كنعملو باش نحلو معادلة. والحالة السادسة هي حل المعادلة بالنشر إذا لم يوجد عامل مشترك. يعني بعض المرات تنديرو النشر باش نحلو عاوتاني معادلة. يعني النشر والتعمير راكم قريتو العام اللي فات واقيلا. غادي نديرو دابا أمثلة ديال هادشي كامل اللي درنا. يعني غنجمعو الحالات كاملين، وهاد الحالات هادو قلت لكم اللي بقاو الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة غادي نتعمقوا فيهم مزيان في التمارين اللي غادي ندير لكم في الفيديو الجاي. اذا غادي نديرو امثله لهادشي كامل اللي قلنا دابا. نبداو بالمثال الاول. مثلا مثال قال لك حل المعادله حل المعادله 3 عامل 2 إكس ناقص 1 تساوي 6 إكس زائد 7. إذا كي غادي نديرو تنحلو هاد المعادلة هادي. أول حاجة بعدا خصنا نشرو، يعني هداك الشيء دوك الحالات اللي قلت لكم قبل. يعني كاين ها هما معرفتش يبان لكم. ها انتم الحالة الثالثة قلت لكم معادلة تحتوي على كسور تنوحدو المقام. الحالة الرابعة معادلة من نوع إكس أس 2 هي غادي نخدموها في التمرين الجاي إن شاء الله. والحالة الخامسة حل معادلة بالتعمير إذا وجد عامل مشترك، يعني كنديرو التعمير باش نحلو معادلة. والحالة السادسة حل معادلة بالنشر إذا لم يوجد عامل مشترك، يعني كنديرو النشر باش نحلو. هادي معادلة غادي نديرو فيها النشر باش نحلوها. إذا ثلاثة شحال 3 في 2 هنا بغينا نديرو النشر. عندك 3 في 2 شحال؟ 6 إكس ناقص 3 في 1 هي 3 تتساوي 6 إكس زائد 7. هاد الدرس هذا راكم قريتوه في الثامنة، يعني غير ريزومي. يعني يقدروا حتى الناس اللي جايين اللي تيقراو في المستوى ديال الثانيه من السلك الاعدادي تا هما يتبعوا معنا هنا. كنحاولوا 6 لهيه، تنحاولوا هاد 6 هادي تنديوها للجهه الاخرى. يعني عطينا 6 اكس، هاد 6 هادي موجبه تنحولوها للجهه الاخرى. يعني الاعداد المجهوله في طرف والاعداد المعلومه في طرف. يعني 6 غنحولوها للجهه الاخرى غتولي عندك ناقص 6 اكس تتساوي لينا 7. هاد ناقص 3 هادي غنديوها للجهه الاخرى غتولي عندك هي 7 زائد 3. و7 زائد 3 شحال؟ 8 9 10، يعني 10. و6 ناقص 6 سي 0، اذا 0. اذا 0 تساوي لنا 10. الا خرجت لكم المعادله بهذا الشكل هذا، اذا المعادله ليس لها حل. وهذه هي حاله جديده، يعني المعادله بعض المرات تخرج لنا ليس لها حل. نجيو للمثال الثاني. نجيو للمثال جوج. قالك عاوتاني حل المعادله 2 إكس زائد 5 تتساوي لنا 2 عامل إكس زائد 1 زائد
3. كيفاش غادي نديرو باش نحلو هاد المعادله هادي؟ عاوتاني النشر، 2x زائد 5 تساوي لنا 2x، 2 في 1 هي 2 زائد 3. تدون الأعداد المعلومة في طرف والأعداد المجهولة في طرف، يعني 2x شحال إلا حولناها للجهة الأخرى تولي عندك ناقص 2x، و 2 غتبقى في بلاصتها زائد 3 لحقاش ما حولناهاش، 2 و 3 ما حولناهمش، ناقص 5 زائد 5 غادي تحولها لهنا غتولي عندك ناقص 5، ناقص 5. وهادي شحال؟ سي زيرو، يعني زيرو كتساوي لينا 2 زائد 3 ناقص 5 حتى هي زيرو، يعني زيرو تتساوي لنا زيرو. إذن المعادلة ليس لها حل. إذا درت لكم جوج الأمثلة في هذه المعادلة ليس لها حل، وهذا الشيء هذا اللي كاين في المعادلات. غندوزو دابا للمتراجحات. إذا دابا غادي ندوزو للمتراجحات. المتراجحة، ما هي متراجحة؟ المتراجحة هي كل متفاوتة تكتب على الشكل هذا: a x زائد b أكبر من أو تساوي زيرو، a x زائد b أكبر من قطعا من زيرو. الحل ديالها يعني بحال المعادلة، غير هو المشكل كاين في هذا الرمز هذا. يعني الرمز هذا غادي نشوفوا طرق عاوتاني الحل عاوتاني، ويقدر هذا الرمز هذا يتبدل. يعني المشكل كاين دابا في الرمز، يعني ما كايناش هنا تساوي، هنا كاينه اكبر من وتساوي ولا اصغر من او تساوي. أه أه حل يعني حل هالمتراجح هذا تا هو يعني نفس الطريقه كيفاش نخرجوا هاد اكس هذا، يعني تا هو خصنا نجبدوا هاد اكس هذه ونشوفوا واش اكبر من او تساوي. المهم الا بغينا نحلوا هاد المتراجح هذه عبر 3 حالات. الحاله الاولى، الحاله الاولى اذا كان ا اكبر من الزيرو. الا كان ا اكبر من الزيرو ما كنقلبوش الرمز، يعني هاد ا هذا الا كان زيرو، يعني فاش كنبغيو نديرو هاد سميتو، فاش كنبغيو نديرو هاد ا اكس، يعني ا اكس بي غنحولوها لجهه اخرى هي تولي عندك هي ناقص بي. الا كان هاد ا هذا، الا كان هاد ا هذا موجب، يعني فاش كنجيو نهبطو لتحت ما كيتقلبش الرمز. اما الا كان هاد ا هذا سالب، فاش كنجيو نهبطو لتحت تيتقلب الرمز. اذا غتولي عندك اكس غيبقى الرمز هو ناقص بي على ا. غنجيو غادي نديرو مثال، يعني لا نقلب الرمز، غنديرو مثال في هاد الحاله هادي ديال ا اكبر من زيرو. عندك مثلا 4 اكس ناقص 5 اصغر من 2 اكس زائد 3. ثاني المجاهيل في طرف والأعداد المعلومة في طرف، يعني 2 اكس، 2 اكس غنحولوها لجهة أخرى تولي عندنا ناقص اكس، و 3 فاش غادي نحولو عندنا ناقص، فاش غادي نحولو عندنا ناقص 5 غتولي هي زائد 5، يعني غتولي عندك 3 زائد 5. 4 ناقص 2 شحال؟ 2 اكس هي 2 اكس، و 3 زائد 5 هي 8، يعني غتولي عندك 3، يعني غتولي عندك اكس. هنا ما قلبتش الرمز، علاش؟ لحقاش ا موجب، يعني غتولي عندك هي 8 على 2. اذا 8 على 2 يعني المتراجحة. اذا المتراجحة شحال هادي تتساوي لنا؟ هي 4. 8 على 2 هي 4. اذا 4 هي اذا حلول المتراجحة، إذا حلول المتراجحة هي الأعداد، اللي أصغر من 4، الأصغر من 4. إذا جميع الحلول اللي أصغر من 4 هي حل لهذه المعادلة أو لهذه المتراجحة. غندوزو الحالة الثانية، الحالة الثانية إلا كانت أ أصغر من الزيرو، هنا كنقلبو الرمز، يعني تولي عندك أ إكس زائد بي، يعني مثلا أصغر من الزيرو. هاد أ هذا إلا كان سالب غتولي عندك أ، يعني أ كتساوي لنا هي أكبر، يعني الرمز كيتقلب ناقص بي على أ. علاش؟ لحقاش أ أصغر من الزيرو. نديرو مثال، نديرو واحد المثال. عندك 2 قالك حل المتراجحة 2 إكس ناقص 6 أكبر من 7 إكس ناقص 1. غنحلوها عادي عاوتاني، هي 2 إكس
7 غنديو للجهة الأخرى تولي عندك هي ناقص 7 إكس، هي ناقص 7 إكس، وناقص 1 غتبقى هي لقاش مبدلناهاش، وناقص 6 غنديوها للجهة الأخرى تولي عندك هي زائد 6. يعني غتولي عندك شحال؟ 2 ناقص 7، 2 ناقص 7 هي ناقص 5، ناقص 5 إكس، وناقص 1 زائد 6، ناقص 1 زائد 6 هي ناقص، هي ناقص 5. إذن إكس، إذن هنا بان لكم أ بلا سالب أصغر من الزيرو. إذن هنا كنقلبو الرمز، فاش كنقسمو هاد ناقص 5 على عدد سالب كنقلبو الرمز، فاش كنقسموه على عدد موجب كنخليو الرمز هو دابا غادي نقلبو الرمز، غتولي عندك هي ناقص 5 على ناقص 5 اللي هي 1. إذن جميع الأعداد الأصغر من 1 هي حل للمتراجحة. يعني جميع الأعداد اللي أصغر من 1 هما حل من حلول المتراجحة. إذا غادي ندوزو للحالة الرابعة اللي هي الحالة الثالثة عفوا. الحالة حتى هي غادي نفسرها لكم ونشوف. هي متراجحة ليس لها حل، يعني المتراجحة ما عندهاش حل. مثال حل المتراجحة، حل المتراجحة 2 إكس ناقص 5 على 3 ناقص إكس زائد 1 على 2 أكبر من إكس على 6. مثلا قالنا حل هذه المعادلة. يعني فاش غادي نحلو هذه المعادلة هذه بالطريقة اللي قلت لكم هنايا، يعني غادي ديروا توحيد المقام ومع التحويل نجد ثاني زيرو أكبر من 13. إذا المعادلة ليس لها حل، المتراجحة ليس لها حل. إذا بهذه الطريقة هذه يعني بهذه الطريقة هذه يعني هذه هي الحالة اللي تكون عندنا فيها المعادلة ليس لها حل. يعني هذه أنا خليتها لكم نتوما، غادي تخرجوها وغادي تلقاو زيرو أكبر من 13. يعني المعادلة ليس لها، يعني عفوا المتراجحة ليس لها حل. عفوا هنا سمحوا لي على واحد الخطأ هنايا، راه أكبر من أو تساوي إلا خرجت لنا زيرو أكبر من أو تساوي إذا المعادلة ليس لها حل. أنا غنمشيو تاني لواحد الطريقة عاوتاني اللي أبليكي متراجحات لا نهاية من الحلول، يعني ما فيهاش، يعني لا نهاية من الحلول. مثلا حل بلاتي حل هاد المتراجحة هادي. مثلا 5 عندك 2 إكس ناقص 1 ناقص 7 إكس أصغر من 3 إكس زائد 1. اش غادي نديرو هنا؟ غادي نديرو النشر. 5 في 2 شحال؟ 5 في 2 هي 10 إكس ناقص 5 ناقص 7 إكس 3 إكس زائد 1. هنا أصغر من قطعا، يعني هاد الحالة هادي باش نغير على هاد الحالة هادي هنا كاينة قطعا. غادي نحولوا المجاهيل في طرف وعدد المعلومة في طرف والأعداد المجهولة في طرف، وغادي نحلوا هاد المعادلة هادي. اش غادي نلقاو؟ غادي نلقاو بلي زيرو أصغر من 18، يعني زيرو أصغر قطعا من 18. وهذا دائما صحيح. غنكتبوا ليه وهذا دائما صحيح. إذن جميع الأعداد الحقيقية حل من حلول المعادلة أو المتراجحة.
اذا هذا الشيء هذا اللي كان عندنا في المعادلات والمتراجحات. دابا غادي ندوزو لواحد الفقره جديده اللي هي فقره حل المسائل. ثانيا حل المسائل. حل المسائل. هاد الفقره هذه ماشي شي فقره اللي مهمه، داكشي علاش خليتها هي الاخرانيه. غادي نشوف الاولانيه، يعني خطوات حل معادله، يعني خطوات حل مساله يعني متعلقه بمعادله. يعني غادي نختصرها لكم في اربعه ديال الطرق. اول حاجه اختيار المجهول. اختيار المجهول. ثاني حاجه اللي كنختاروا المجهول بعدا، اول حاجه صياغه صياغه المعادله، يعني تحويل المعطيات، يعني غنحولوا دوك المعطيات المعادله. نكتبها لكم، تنترونسفيرو معطيات معادله. السؤال الثالث حل المعادله. تنحلوا ديك المعادله اللي حولناها انطلاقا من المعطيات. السؤال الرابع الرجوع الى المساله والتحقق والجواب على السؤال، يعني كنتحقق من المساله، يعني التحقق. يعني هادشي كامل هذا هو اللي كاين في حل المساله انطلاقا من المعادله. غادي ندوزو للسؤال الثالث. غادي ندوزو ثالثا اللي هي مساله مرتبطه بمتراجحه. مساله مرتبطه بمتراجحه. يعني فاش كنلقاو مساله مرتبطه بمتراجحه، يعني كنديروا نفس الخطوات، يعني في مساله مرتبطه بمعادله، يعني كنديروا نفس الطرق زعما، ما كنبدلو حتى شي حاجه. ولكن باش نعرفوا بلا باش كنميزوا في المساله وبلا هذه واش متراجحه او لا معادله، يعني كنلقاو عده ادوات. مثلا كنلقاو على الاكثر، كنلقاو افضل، كنلقاو يعني افضل، كنلقاو اكثر من، يعني تلقاو هاد لي زوتيل هادو، يعني هاد الادوات هادو اللي لقيتيهم في مساله، اذا راه هاد المساله هادي راه مرتبطه بمتراجحه، يعني هادي مرتبطه بمتراجحه، حتى هي كنطبقوا عليها نفس يعني نفس الخطوات ديال حل مساله بالنسبه للمعادله. المهم هاد الفيديو هذا كان خفيف ظريف، يعني في درس المعادلات والمتراجحات. هادشي اللي كاين فيه تقريبا، المهم هاد التلخيص هذا غنلوحو لكم في الانستغرام. هادشي اللي كان تقريبا في الدرس هذا ديال المعادلات والمتراجحات، يعني ككل. والتمارين ان شاء الله غادي ندير لكم ان شاء الله التمارين في الفيديو الجاي. غندير لكم التمارين فيهم بجوج، لقاش دروس مهمين غتلقاوهم والا بالضغط تلقاوهم في الامتحان، يعني حاجه اللي ابليكي. ونتمنى لكم ان شاء الله حظ موفق، والى اللقاء.